السلام عليكم. ايه الاخبار؟ اهلا بيكم في حلقه جديده على قناه ربابيكا، القناه ما بنفهمش فيها في اي حاجه بس بنتكلم في كل حاجه. طبعا زي ما انتم شفتوا في عنوان الحلقه والثامنيل والانترو، هنتكلم عن النجاح وعن ليه انت مش ناجح ومش مبسوط زي الناس اللي بتشوفها على السوشيال ميديا او على التلفزيون، بالذات الواد المستفز اشتون هول ده ما بحبوش خالص. فاحنا هنيجي نقول لك ازاي تبقى زي الناس دي وناجح وعندك فلوسك وعربيتك وحياه. ولو انت فاتح الفيديو ده فاكر ان احنا هنجاوبك على الاسئله دي فاقفل. لو انا جاي اساعدك يعني واجاوبك على الاسئله دي فكان القرد نفع نفسه. مش ده اللي احنا جايين نتكلم فيه خالص. احنا جايين نتكلم عن النجاح بس مش على النجاح بتاعهم، احنا جايين نتكلم على النجاح بشكل عام. وعشان نتكلم عن النجاح بشكل عام لازم الاول نعرف يعني ايه نجاح، لان النجاح بيتقدم لنا ان انت تبقى زي الناس دي، يا اما فلوس يا اما شهره يا اما فولورز. لو انت حاجه مش دول تبقى فاشل. هو المجتمع بيقول لك كده، هو كل الحاجات اللي انت بتشوفها حواليك بتقول لك كده، رغم ان ده مش صح. يعني ليه استاذ سمير اللي شغال موظف درجه ثانيه في هيئه النقل والمواصلات يبقى شخص فاشل؟ عمل ايه عشان يفشل؟ يعني ايه اللي هو عمله عشان يتقال عليه شخص فاشل؟ انما لو جبت لك مستر هشام صبحي السي او بتاع شركه اكزيت للاستثمار العقاري ده يبقى شخص ناجح؟ مش شرط، مش شرط خالص، لان المجتمع والميديا اذا كانت اعلام او سوشيال ميديا بيصدر لك ان ده هو الشخص الناجح، انما ده شخص اوعى تبص له. رغم ان في بعض الحالات ممكن يكون نجاح ده اكبر من نجاح ده. يعني مثلا لو بصينا على ماضي الاثنين وقلت لك ان ماضي استاذ سمير اللي شغال موظف والده كان حارس عقار ولا حتى عامل نظافه، ده بالنسبه له ان هو يبقى موظف درجه ثانيه في شركه دي حاجه ما حصلتش. هو راجع ببطيخه وحزمه جرجير لمراته اللي في شقته اللي في الظاهر مثلا، هو تمام، هو كده متكيف، هو مبسوط. لكن لو قلت لك مثلا ان مستر هشام صبحي ده ابن صبحي النواساني رجل الاعمال المشهور، مستر هشام ده يا دوبك بقى مدير الشركه بتاعت ابوه، هنا ده يعتبر مش شخص ناجح في الحته اللي هو فيها. لان انت لو بصيت للاثنين، استاذ سمير ان هو يبقى موظف دي بالنسبه له حاجه كبيره بالنسبه لظروفه، انما مستر هشام لو ما فتحش شركته الخاصه اللي تبقى بتكسب ده معناه ان هو فشل. لان النجاح مش بيحدد بمقياس معين، النجاح بيحدد على حسب ظروفك انت. النجاح بالنسبه لك ايه؟ الناس دايما بتخلط بين النجاح ودرجه النجاح، وده سببه جزء كبير بسبب الاعلام والسوشيال ميديا. ان انا دلوقتي انا لو بعمل برنامج وهستضيف حد يقعد يتكلم قدامي ونتكلم مع بعض، هتبقى عايز تشوف انهي؟ او هتبقى عايز تسمع انهي؟ هتبقى عايز تسمع قصه النجاح الاكبر اللي على سكيل اكبر. لكن عمري ما هوريك قصص النجاح العاديه او الصغيره. انا هوريك ده ليه؟ انت كمشاهد عايز تبقى انترتيند، عايز تبقى متسلي، فليه هوريك حاجه عاديه؟ ما انا هوريك حاجه اكستريم كده وشكلها حلو وبتبرق. يعني مثلا مين اكبر قصه نجاح في الدنيا؟ محمد صلاح طبعا. بس انت كمشاهد تحب ان انا احكي لك قصه نجاح محمد صلاح اللي كلنا عارفينها ولا قصه مصطفى فتحي؟ من مصطفى فتحي ده برضو نفس الفكره، جاي من بلد صغيره ونجح وقدر يلعب في الزمالك وياخد دوري، وهو دلوقتي بيلعب في بيراميدز ولعيب كويس في مركزه. بس انت هتحب تسمع انهي؟ هتحب تسمع القصه الكبيره. وده بيعمل مغالطه، المغالطه دي ان بيبقى المثال اللي انا بصدره لك ده وبكلمك عنه زي محمد صلاح تحس ان ده الطبيعي، ده العادي، رغم ان ده مش العادي. يعني في كام واحد was destined to be محمد صلاح، يعني في كام واحد كان المفروض يبقى زي محمد صلاح بس فشل. لو قلنا في 20 قصادهم واحد بس هو اللي نجح اللي هو محمد صلاح. في لعيبه كتير جدا كويسين جامدين حريفه كانوا برضو بيسافروا من القرى بتاعتهم للنوادي عشان ينجحوا، بس ما جات لهمش الفرصه، بس اتصاب، بس ما التزمش، بس ايا كان. فهي الفكره ان الناس اللي فشلت دي حتى لو بسبب الظروف وبسبب الفرص، الاعلام مش هيوريهم لك، مش هيقول لك ان في 20 نجح منهم واحد، لا هو بيوري لك اللي نجح ده بس. فانت بيبقى في ذهنك ان ايوه هو ده اللي المفروض يحصل، انا المفروض اعمل كده، رغم ان العادي انت ما تعرفش توصل لده. لان لو في 20 محمد صلاح، ايه اللي يخلي محمد صلاح مميز وسط ال 20 دول؟ اللي يخليه مميز ان هو وصل لوحده. ده بقى الكلكيعه دي كلها بتخلي النجاح مربوط بالسعاده. ان انت لو ما وصلتش لهذا السكيل بتاع النجاح، انك تعمل نجاح على مستوى عالمي، مستوى كبير، مستوى الناس كله تبص له، انت مش هتبقى مبسوط، عمرك ما هتبقى سعيد. رغم ان انت ممكن تتبسط بنجاحاتك العاديه. يعني لو رجعنا تاني لاستاذ سمير ومستر هشام، يفرق في ايه في الانبساط لو ده صيف في المالديف وده صيف في البلطيم؟ يعني ايه الفرق؟ ده هيتبسط وده هيتبسط. مش نفس الاكتيفيتيز، مش نفس المجتمع، مش نفس الحاجات، بس ده اتبسط على قده وده اتبسط على قده. ان مستر صبحي ده من رادعين البيستاشيو. استاذ سمير لو بص على مستر صبحي تجربته هتبوظ، هو هيتبسط بده، ده بيتبسط وده بيتبسط، وده ناجح وده ناجح. بس احنا مش لازم نبقى نفس السكيل، مش لازم ناخد الصوره اللي متصدره لنا في الميديا دي، لان ده بقى يضغط كل الناس، بقى يحط ضغط على الناس. انت لازم تعمل حاجه استثنائيه عشان تبقى يتقال عليك انسان ناجح. لذلك احنا دلوقتي بقى الموظف بقى هو اللي خارج العاده. انت ازاي مش فاتح اللوكال براند بتاعك؟ انت ازاي مش رايح تفتح مطعم الباني؟ لازم تجرب الاكل الالباني، دي ثقافه. اي حاجه المهم ما تعملش الروتين. وانا متاكد ان بعد كام سنه الناس كلها هتدور على الروتين لاجل الاختلاف. برضه انا مش بقول لك احلم على قدك ولا خليك واقف على الارض ولا بالعكس، السما قدامك اهي، يعني اسرح باحلامك وخيالك زي ما انت عايز، بس تاكد من ان الاحلام اللي انت عايزها دي والحاجات اللي انت عايز تحققها دي انت اللي عايز تحققها، مش المجتمع
والسوشيال ميديا والميديا عامه بشكل عام هي اللي بتفرضها عليك وبتخليك عايز ده، لان هي بتصدر لك الامثله دي، فما تجبركش ان انت تبقى نسخه من الناس دي. تاكد بس ان الحاجه دي هي اللي انت عايزها وانطلق. لان كمان احنا قصصنا في الحياه مختلفه، يعني ممكن اجيب لك كذا واحد لعبوا نفس الرياضه او اشتغلوا نفس الشغلانه بس الاسباب مختلفه. ممكن مثلا 3 لعبوا تنس، واحد عشان كان ابوه مدرب تنس، التاني اتاثر بنادال مثلا، التالت دخل اللعبه بالصدفه وبعد كده حبها. احنا قصصنا مختلفه كبشر، ما ينفعش كلنا ناخد واحد منهج ولازم نمشي وراه. عشان بس الفكره بتاعت الناس اللي بتيجي تقول لك ليه مش انت وازاي ما يبقاش انت، صلاح عافر وحارب ووصل، وستيف جوبز بدأ من الجراج لحد مش عارف ايه. ماشي، الناس دي في كام واحد عنده نفس المقومات بتاعت صلاح او نفس مقومات ستيف جوبز وما وصلش لاي سبب بقى من اللي قلناهم، اذا كانت الفرصه او اذا كان هو تعثر في شيء او ايا كان. فالفكره انا مش بقول لك ما تحلمش وقف على الارض، لا احلم براحتك وانطلق، بس خليك عارف ان انت لو اخترت حاجه السكيل النجاح بتاعها عالي نسبتها قليله. يعني زي ما قلنا مثلا ستيف جوبز ده 1% مثلا من الناس ممكن يبقى ستيف جوبز. يعني مثلا صلاح ده 1 في 100,000، يعني كل 100,000 مثلا حد هيطلع لنا واحد زي صلاح او مرموش او النني او الشباب الحلوه اللي بتلعب في الدوري الانجليزي دي. فهو انت اللي بتحدد طموحاتك واحلامك بسبب زي ما قلنا قصصنا مختلفه في الحياه. على حسب قصتك انت هتختار طموحك او الحاجه اللي انت شغوف بيها عشان تحققها، بس في نفس الوقت خليك واقعي شويه. يعني انا عايز ابقى لعيب كوره زي محمد صلاح، بس ابقى لعيب بلعب كوره زي محمد صلاح، لكن مش شرط اوصل لنفس الليفل. انا لو بقيت لعيب كوره كويس زي محمد صلاح، بس انا بالنسبه لي لو لعبت في المقاولين انا كده تمام، ده بدايه النجاح من هنا، فانا هنا تمام، انا هبقى مبسوط طول حياتي. وبعد كده هحاول ان انا اسعى لقدام، احاول بقى اروح بيراميدز، بعد كده مثلا اروح الاهلي ولا الزمالك، بعد كده اروح العب في نورويتش سيتي. ما مشيتش معايا ورجعت مصر لعبت في الاهلي والزمالك، انا برضو تماما انا ستيل ناجح. معظم الناس دلوقتي بقت متصدر لها عقليه لو انت لو ما بقيتش محمد صلاح شكرا انت ما نجحتش. عادي اطمح وكون عايز تبقى زي محمد صلاح عادي، بس خليك عارف ان دي حاجه متفرده مش الطبيعي انك توصل لها، ولو عفرت فيها وعرفت توصل لها تبقى جامد، تبقى عشان كده صلاح مميز. الليله دي كلها اختار حاجه انت شغوف بيها، بس تكون فعلا انت اللي شغوف بيها، مش المجتمع او الميديا او السوشيال ميديا هم اللي فرضينها عليك. لان انت لو نزلت في الشارع كده عملت سكاننج هتلاقي كام واحد فاتح البراند بتاعه، ما في مش صعب تلاقي اصلا في الشارع حد كده، ولا هتلاقي كام واحد عنده الفلوس الرهيبه اللي بتركبه عربيه كل سنه، حاجات بنشوفها بس كده في الاعلام. فاختار شغفك، بس اتاكد ان ده اللي انت عايزه مش اللي المجتمع فرضه عليك. دي اول حاجه. تاني حاجه، انت حدد بدايه النجاح بتاعك فين، اللي هو اول ما وصلت لكذا انا كده ناجح، زي ما ادينا مثال بتاع محمد صلاح كده. تالت حاجه، ما تربطش نجاحك بنجاح حد تاني، زي ما حكينا كده قصه استاذ سمير ومستر هشام. تربطش نجاح ده بده، ده ناجح بالنسبه لظروفه وحياته وده بالنسبه لظروفه وحياته لم ينجح. تاني، انا مش جاي اقلل من النجاحات الكبيره، انا جاي اقول لك ان النجاح الكبير ده مش هو النجاح بس، هو نجاح كبير، بس النجاح في حد ذاته متأصل في ايه هو معنى حياتك او ايه المعنى اللي انت بتديه لحياتك. برضه انا مش جاي اقول لك ده معنى النجاح امشي ورايا ابقى راجل ضلالي ابقى بعمل زيهم بصدر لك صوره للنجاح برضه لازم تمشي بيها. انا كل اللي جاي اعمله ان احنا نقعد نتكلم مع بعض، نفكر مع بعض، واحاول انا وانت نكتشف بشكل ما ايه مفهوم النجاح بالنسبه لنا، ايه مفهوم النجاح اللي هيوصلنا ان احنا نبقى سعداء في حياتنا. ولذلك انا بحب اقول جمله حلوه قوي، معرفش اذا كان في حد قالها قبلي ولا لا، بس لو في حد قالها فهو عبقري. انت عارف انت جيت الحياه دي امتى، بس مش عارف انت جيت ليه، وعارف انت هتمشي ليه، بس مش عارف انت هتمشي امتى. فالدنيا بقى كلها تتلخص في انك هتعرف اللي انت ما تعرفوش. انت في حياتك كلها تكتشف انت جيت ليه، ولما يجي ميعادك هتعرف انت ماشي امتى. انت جيت الدنيا عارف انت اتولدت امتى، بس مش عارف ايه غايتك في الحياه. بس في نفس الوقت انت مش عارف انت هتمشي امتى، محدش يعرف هيموت امتى، بس في نفس الوقت انت عارف انت هتمشي ليه، لان هي سنه الحياه. دي الحاجه الوحيده المؤكده في الدنيا تقريبا ان كلنا هنموت، وانا مش بقولها بطريقه سلبيه، لا بس دي سنه من سنن الحياه. فلذلك من النقطه دي في الفيديو الموضوع هيمشي شويه فلسفي، وهنتكلم عن نظريات فلسفيه وفلاسفه من عصور قديمه. فلو انت مالكش قوي في الجو ده ممكن تقفل الفيديو لو الكلام اللي جاي هيبقى تقيل او انت ما بتحبوش او مالكش فيه قوي. انما انت لو عايز تكتشف اكتر وعايز تسمع اكتر كمل الفيديو، لان احنا هناخد رحله فلسفيه بحته، نحاول ندور في اصل الموضوع ده، نطلع كده من جوه احنا ممكن نوصل لايه. يلا بينا نخش في تفاصيل الحدوته. اول حاجه، في 4 فلسفات اساسيه لمعنى الحياه او الطريقه اللي تشوف بيها الحياه. احنا هنتكلم عن كل مدرسه، واللي اتاسست امتى، ومين المؤسس بتاعها، وايه شعارها،
بس خلينا قبل ما نخش في الاربع فلسفات دول، الاربع فلسفات دول كتبهم واتكلم عنهم فلاسفه مش بالضروره يكونوا مؤمنين قوي بالاديان السماويه. احنا مش هناخد من كلامهم الحاجه اللي بتحث على ده، ان انت كانسان ربنا خلق جواك حته ان انت تسال اسئله وجوديه، الاسئله اللي انت تسالها لنفسك قبل ما ننام، احنا جينا ليه، احنا بنعمل ايه هنا، الكلام ده كله. ودي حاجه مش وحشه، دي بالعكس، الاسئله دي لما بتقعد تتفكر فيها بتعرف قد ايه عظمه الاله وقدره الخالق في الكون. طبعا شاوت اوت للحسن البخاري، طبعا كلنا عارفينه من طحالب، بس هو عمل سلسله من قريب اسمها سبانخ، دي من اعظم ما يكون بتتكلم عن الحاجات دي كلها، بتتكلم في الجزء الديني شويه، ازاي نرد على المشككين في الدين. فدي واحده من احلى السلاسل على اليوتيوب، لو انت مهتم روح اتفرج عليها هتتبسط جدا، لان هو كمان بيعملها باسلوب دمه خفيف جدا. طبعا احنا مش بالحجم الكافي ان احنا نعمل شاوت اوت للحسن البخاري، بس انا شخصيا بحبه جدا. اول مدرسه هي العدميه او النايلزم، دي بدات في القرن ال18 واتشهرت اكتر في القرن ال19، بالذات من سنه 1860 1880 لما الرائد بتاعها فريدريك نيتشه، وده فيلسوف الماني وشخص معقد شويتين، كتب كتاب موت الاله. بدات المدرسه دي تتكون وتتشير اكتر للناس. المدرسه دي بقى بتقول ايه؟ بتقول ان مفيش حاجه مطلقه، الحاجه اللي احنا بنقول عليها صح وغلط، الحاجات اللي احنا بنقول عليها خير وشر، الحاجات اللي احنا بنقول عليها تنفع وما تنفعش، ده كله من صنعنا احنا كبشر، كل واحد بيحدد الحاجات دي على مزاجه. الشعار بتاع المدرسه دي الاله مات ونحن قتلناه. العدميه بتقول ان مفيش اي جدوى في البحث عن معنى للحياه، لان هي اصلا ملهاش، فانت ما تدورش. هي المدرسه دي بتدعو للتشاؤم شويه، بس فريدريك نيتشه قال الفكره من الحياه بقى كلها ان انت ما تستسلمش لده، رغم وجوده ما تستسلملوش. فدي النايلزم بشكل عام. ده يودينا لمدرسه تانية هي شبهها شويه بس اسمها العبثيه او الابسوردزم، اللي بدات سنه 1942 مع كتاب اسمه اسطوره سيزيف. وطبعا 1942 ده كان وسط حرب عالميه تانية، فالكون كان عبثي شويتين. واللي كتب الكتاب ده هو مؤسس ورائد هذه المدرسه البير كامو، هو فيلسوف واديب جزائري فرنسي، وبالمناسبه هو كسب جائزه نوبل في الادب. مدرسه العبثيه دي بتقول ايه؟ شبه العدميه شويه، هي بتقول برضو ان الكون ملوش معنى، وان الانسان يدور على معنى ده في حد ذاته بيخلق عبث في الكون، بس العبث ده هو اللي بيمشي الحياه. يعني من الاخر بيقولك ان الحياه كلها اللحظه بلحظتها، ان تدويري او سؤالي ايه معنى الحياه ده مش هيجي لي اجابه من الكون، لان اصلا مفيش اجابه، فده بيعمل عبث. الحياه كلها في اللحظه اللي انا بعيشها دلوقتي. لذلك هم شعارهم ان الكون ثابت بس الانسان بيصرخ، الانسان دايما عايز يسال بس الكون ثابت ما عندوش اجابه. واكبر مثال على هذه المدرسه هي قصه سيزيف، الشخص اللي قررت الالهه تعاقبه بان هو يفضل يزق صخره لفوق الجبل، وكل لما قرب يوصل لاخر الجبل تقع بيه لحد تحت من الاول ويعيد، فعاش في لوب ابديه من دي. فالبير كامو بيقول لك عشان الدنيا تمشي بالمثال ده، تخيل ان سيزيف كان سعيد وهو محشور في اللوب دي، لان هو خلاص مفيش في ايده ان هو يلاقي اجابه انا ليه بزق الصخره، ولا انا ليه بتقع بيا، وازاي ما اخليهاش تقع، ما عندوش اجابه، مفيش حد هيقدر يجاوب. الحياه كلها في اللحظه، ان كل يوم وهو بيزق الصخره دي لفوق يفكر ازاي هيعدي اليوم ده. وطبعا المدرسه دي تخليك تبص تحت رجليك قوي ان انت محشور جوه اللحظه، لان مفيش معنى للحياه بشكل عام. بس ستيل هي مدرسه بتدعو للتفاؤل، ان حتى لو مفيش معنى للدنيا انت ستيل عندك حياه تعيشها دلوقتي، فخليك فيها. وده ينقلنا للمدرسه الثالثه وهي الوجوديه او existentialism. دي بدات مع واحد اسمه كيركاجار سنه 1940، بس اتشهرت جدا 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 بعد الحرب العالميه الثانيه من سنه 1945 و1950. حد كلنا عارفين اسمه اللي هو جان بول سارتر، هو كان قائد او رائد هذه المدرسه بشكل ما. جان بول سارتر هو فيلسوف فرنسي، ودول كان شعارهم الوجود يسبق الجوهر، يعني عشان يبقى معنى الحاجه موجود لازم تكون هي موجوده الاول. فلذلك هو بيقول لك بمنتهى البساطه اللي في الدنيا، سيبك من معنى الحياه، انت شوف معنى الحياه بالنسبه لك ايه. هل انت شايف ان معنى الحياه بالنسبه لك او الحياه تتلخص في شغل؟ اشتغل. في انبساط؟ اتبسط. في عمل علاقات مع الناس؟ اعمل ده. اكتشاف الكون وافكاره ومعتقداته؟ اعمل ده. انت اللي هتخلق معنى لنفسك، انت اللي هتخلق معنى لحياتك. لذلك هم دايما كانوا يقولوا انت مدان بالحريه، ان انت هتعمل اللي انت عايزه وهتحدد المعنى اللي انت شايفه لحياتك، بس في نفس الوقت هتتحمل عواقب ده. وده ينقلنا للمدرسه الرابعه اللي هي الرواقيه او ستويسيزم. دي تعتبر اقدم واحده فيهم هم الاربعه، لان دي بدات سنه 300 قبل الميلاد في الفتره الهلينستيه. دي الفتره اللي بعد موت الاسكندر الاكبر، ورائدها او مؤسسها هو زينون الرواقي او زينو اوف سيتيون. ان الاخر بتقولك انك مالكش سيطره على الكون اصلا، عمرك ما هتعرف تسيطر على الكون بالشكل الكافي اللي يخليك تفهم اسراره معناه. لذلك هو بيقولك الحاجه الوحيده اللي تقدر تتحكم فيها هي نفسك، هي ردود افعالك، هي افكارك، هي معتقداتك. ودول شعارهم افعل الخير، تقبل ما لا يمكن تغييره، وكن سيد نفسك. من الاخر بيجاوب على السؤال الانسان مسير ولا مخير.
الاجابه، انا سمعت اجابه قبل كده، انا مش فاكر مين اللي قالها، بس هي اجابه حلوه جدا. هو ان الانسان مخير فيما هو مسير له. يعني انت في حاجات مسير هتحصل لك، انت مسير ان انت رجليك هتتكسر في اليوم الفلاني، مسير ان انت هتخسر شغلانتك في اليوم الفلاني، مسير ان انت ممكن تجيب مجموع وحش في السنه الفلانيه، بس انت في ايدك تختار هتعمل ايه بعد كده، هترياكت على ده ازاي. فانت مش هتختار ايه اللي هيحصل لك، انت هتختار هتتعامل مع اللي بيحصل لك ازاي. وده هيخلينا نوصل ان احنا في الاخر نجاوب على ايه هو معنى الحياه. انا ما اقدرش اقول لك ايه معنى الحياه زي ما قلت لك في الاول، انا ما اقدرش اجاوبك. انت دول الاربع مدارس الاساسيين، انا مش هقول لك التزم بمدرسه معينه، انت ممكن من كل مدرسه تاخد حاجه وتبدا تكون نظرتك انت على الحياه اللي تقدر تحدد منها النجاح هو ايه بالنسبه لك. بالتالي لما تعرف تشوف الحياه بمنظورك انت مش المنظور اللي فرضه عليك المجتمع، هتقدر تشوف النجاح بالنسبه لك ايه، وتقدر ايا كان النجاح اللي تحققه تكون مبسوط. الفكره من الحلقه دي مش ان احنا نجاوب على اسئله، الفكره من الحلقه دي ان احنا نفتح دماغنا على حاجات احنا ما كناش شايفينها. معضله النجاح دي انا كنت هقع فيها، لان انا لما فتحت القناه دي كنت في الاول فتحتها عشان بس ايه، اتكلم عن اللي جوايا، لو في حاجه موضوع شددني اتكلم فيه، ناوي ان ده ما يضغطش عليا باي شكل من الاشكال. لكن لما بدات شويه في شويه بدات احس ان لا، انا عايز انجح، انا عايز اكون بقى زي كل اليوتيوبرز اللي انا بحبهم، يا لو اروح مع مهدي مره في دور 16، يا لو قابل الدحيح في الايفنت الفلاني، يا لو صور فيديو مع محمود ابو اسماعيل. بدات الاحلام تاخدني، فبدات احس ان انا لا، انا مش ناجح زي في يوتيوبرز كتير عندهم فولورز كتير وانت لسه في البدايه، انت بتفكر ازاي، انت لازم تنجح. بدات اضغط على نفسي للحظه لما رجعت لورا وشفت الصوره الكبيره، لا انا مش لازم ابقى زي دول، الناس دي بادئه من زمان، الناس اللي انت بتتكلم عليهم دول رواد اليوتيوب، انت لسه بتبدا في عصر اليوتيوب فيه مش اول منصه الناس بتروح لها، الناس دلوقتي مع التيك توك اكتر والريلز. فما تبصش للنجاح بعيونهم، رغم ان هم ناس ناجحين جدا وناس انت بتتطلع لهم، بس ده دلوقتي مش النجاح بتاعك، النجاح بتاعك اللي انت بتعمله بس. وده كان موضوع الحلقه. انا عارف ان الجزء الاخير من الحلقه كان جزء معقد جدا وفيه فلسفه كتير، بس اتمنى ان الناس واحنا بنتكلم كده مع بعض بندردش يكون عينيها فتحت على حاجه ما كانتش شايفاها، زي ما انا وانا بعمل الحلقه دي فعلا شفت حاجه انا ما كنتش شايفها. وبس لو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، اكتبوا لنا في الكومنتس لو عندكم راي معين نتكلم فيه، او لو في حاجه عايزين نتكلم فيها مع بعض. هحط لكم برده في الديسكربشن اللينكس بتاعت القناه على تيك توك وانستجرام وفيسبوك، اعملوا لنا فولو وسلام.